مساء الخير على أحلى أصدقاء ومتابعين قناة حكايات ماجد فادي. ويتجدد اللقاء النهاردة مع الكاتبة الجميلة عزة كمال في سكريبت جميل بعنوان كوكي وحماتها. ولو أول مرة تابعونا يا ريت ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. ويلا بينا، بس قبل ما نبدأ نصلي على الرسول ونسمع مع بعض الأنشودة دي. والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا حبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي، ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي، ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك بالكاس، والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا حبك مقرون بأنفاسي، ولا خلوت إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي. ويلا بينا نحكي الحكاية. صباح الخير يا حماتي، حمى لما تجيلك. انا مش قلتلك 100 مره يا بنت انتي ما تقوليليش يا حماتي؟ انا بكره منك الكلمه دي وبتعفرت لما بشوفك. خلاص خلاص، اقول لك يا ماما جت مو. انا مش قلت ليكي ما تنادينيش يا ماما؟ هو انا كنت خلفتك؟ طب اقول لك ايه؟ اقول لك يا خالتي، استغفر الله العظيم، خوت لما يخوتك. خالتك مين يا بت؟ انت يا ملزقه انت، هو انا كنت اخت امك وما اعرفش؟ طب اقول لك ايه، ولا عاجبك ماما ولا عاجبك خالتي ولا عاجبك حماتي؟ قولي لي يا هانم. نعم هانم، هو كان حد قالك اني شغاله هنا؟ في ايه بالظبط؟ هو كده يا غاليه. قولي لي يا هانم، وعلى الله اسمعك تقولي لي غيرها. طب ايه رايك ادلعك واقول لك يا فوفا؟ بنت انتي فوفا مين؟ هو انت كنت صاحبتي عشان تدلعيني؟ هو تقولي لي يا هانم، غير كده ما اسمعلكيش صوت. يلا امشي من وشي. طب بقول لك ايه، اعملك فطار ولا اعملك لبن؟ ليه؟ كنت فاكراني هستناكي لما تقومي يا غندوره عشان تعملي لي كوبايه اللبن؟ خلاص يبقى اروح احضر لك الفطار. انت يا بت اقفي قصادي هنا. في ايه تاني؟ هو انت سالتيني هفطر ايه ولا هتروحي تعملي من دماغك؟ اكيد يعني هعمل الطبيعي، جبن، مربى، بيض. استغفر الله العظيم يا رب، بنت قليلة الذوق ما بتفهمش في الاصول. لا يا اختي، انا مش عاوزه اكل الاكل ده. امال عاوزه تاكلي ايه؟ فهميني. انا عاوزه اكل فسيخ. نعم، اجيب منين فسيخ انا دلوقتي؟ ما اعرفش، اتصرفي. يعني لو امك هي اللي كانت طالبه الفسيخ ما كنتش هتجيبه لها؟ ايوه بس اجيب فسيخ منين انا دلوقتي؟ دي لسه الساعه 10 وما فيش عندي حاجه باقيه من العيد. اقول لك اصبري على الظهر، هلبس وانزل اجيب لك اللي انت عاوزاه. نعم نعم، عاوزاه اصبر لغايه الظهر من غير فطار؟ ما انا لو كنت امك كنت حضرت الفطار وجبتهولي، ولو كنت مهتمه كنت عرفتي من قبلها انا عاوزه اكل ايه تاني يوم. خلاص خلاص، هتصل بمحمد وانزل اجيب لك الفسيخ. اه، روح اتصلي بيه وعطليه وقولي له اصل امك هي اللي طالبه الحاجه. طبعا هو يسيب الشغل ويقعد يستنى حضرتك عقبال ما ترجعي. طب انت عاوزه ايه دلوقتي؟ ولا عاوزه تاكلي حاجه من البيت ولا عايزه انزل اجيب لك حاجه من بره؟ انا اعمل ايه؟ طب اقول لك اتصل ببتاع الدليفري يجيبهولك، ومن هيدفع الفلوس يا غندوره؟ مش ابني؟ اه، ما هي فلوس ما انتش تعبانه فيها. ابني يشتغل وانت تضيعي تعبه. طب انا هعمل ايه طيب؟ اقول لك انا هسكت خالص وشوف انت عاوزاني اعمل ايه وانا اعملهولك. خلاص انا هتصلك بمحمد واقول له هاتي تليفونك بقى. وبتقوم
تتصل بمحمد. ايوه يا محمد. لا يا حبيبي، ده انا امك يا غالي، فرح قلبك. لا يا حبيبي، لا مفيش حاجه، اطمن. بس هي كوكي كانت عايزه تنزل تشتري فسيخ. والله يا ابني انا قلت ليها الاكل كتير في البيت وبلاش تتعبي نفسك، وكمان بلاش تجيبي حاجات على الفاضي، بس هي صممت وقالت لازم انزل اجيب فسيخ يا ماما، نفسي فيه. يا حبيبي، ماشي خلاص، هقول لها. اطمن يا حبيبي، اهم حاجه عندي ان انت تكون بخير يا حبيبي. ما تشغلش دماغك انت، انا اي حاجه باكلها وكل حاجه بقول عليها نعمه ورضا. هو انت ما قلتليش ليه ان انت اللي عاوزه الفسيخ مش انا؟ نعم يا اختي، عاوزاني اقول له ان انا اللي عايزاه عشان يقول امي مش بتبطل طلبات؟ لا يا حبيبتي، انا قدام ابني لازم ابان اني كويسه، اما انت ما تهمنيش. يلا بقى البسي وانزلي جيبي الفسيخ. كوكي لبست وهي نازله لقيت محمد بيتصل عليها. يا حبيبي انا مش زعلانه، لا انا عارفه وفاهمه ان انت كمان فاهم. لا ما تشغلش دماغك، انا مش زعلانه والله، دي هي زي والدتي واعمل لها كمان اللي هي عايزاه. انت كفايه حنيتك عليا. لا هشتري الفسيخ وارجع على طول، مش رايحه في حته، يعني عشان تلحق تفطر. لا ما تجيبش اكل من بره، الغدا انا هعرف اجهزه، ما تجيبش حاجه من بره، ما تخافش انا بخير. نرجع عند فوفا وهي قاعده، الباب كان بيخبط. مين اللي بيخبط على الباب؟ يكونش حرامي؟ انت يا حرامي يا اللي بتخبط على الباب، مفيش عندنا حاجه تتسرق يا اخويا. يا ماما انا كوكي، افتحي بقى ربنا يرضيكي، الاسانسير عطلان وطلع على رجل السلم كله. فتحت فوفا الباب. ايه ده، هو انتي؟ ده انا نسيت انك نزلتي، كنت بتعملي ايه تحت؟ اكيد كنت نازله تجيبي حاجات تافهه. يا ماما هو انت مش طلبتي مني اجيب فسيخ؟ نسيت، ما طبعا من وجع الدماغ اللي انت عاملهولي كل يوم لازم انسى. يلا ادخلي جهزي لي الاكل وهاتيهولي. جبتي بصل؟ ايوه، وجبت كل الحاجات بتاعت الاكله. ماشي، يلا هاتي الاكل وتعالي. كوكي جابت الاكل وحطته. راحت فوفا قالت لها استني يا بنت، انت رايحه فين؟ ايه يا ماما، هقعد افطر معاكي. انا قلت لك افطري معايا؟ انا قلت لك كلي معايا؟ هو انت اللي طالبه الفسيخ ولا انا؟ يلا عندك يا ماما الجبنه جوه وروحي كلي، اما الفسيخ ده بفلوس ابني، انا بس اللي هاكله. يلا بقى روحوا كلي في المطبخ عشان انا مش ناقصه وجع دماغ. فوفا اكلت الفسيخ ودخلت نادت على كوكي، فجيت كوكي شالت الاكل واختفت في المطبخ، ما ظهرتش الا ومحمد كان بيفتح الباب. السلام عليكم. ايه يا ماما، عامله ايه يا حبيبتي؟ امال فين كوكي؟ معرفش يا ابني، من ساعه ما دخلت المطبخ ما طلعتش منه خالص، دي حتى كوبايه الشاي ما عملتهاليش. وقتها كوكي كانت بتبص لمحمد من على باب المطبخ وبتشاور له، فمحمد فهم. يمكن عشان بتحضر الغدا يا ماما، عشان قلت ليها ان انا جاي بدري، يعني كوبايه الشاي بتاعتي هي اللي كانت هتعطلها. طلع كوكي من المطبخ وقالت لها ما انا جبت ليكي حاجه ساقعه وانت اللي كنتي طالباها مكان كوبايه الشاي يا ماما. كويس يا ست الغندوره، اشمعنى الوقت يا حبيبتي طلعتي من جحرك؟ يا ماما ارحميني بقى، انت كل يوم منكفه فيا. انت يا بت، هو انا قلت لك ايه؟ فهمت، مش هقولك يا ماما، هقولك يا هانم. هانم؟ طب ما تقولي لها يا فوفا. لا ما تقوليش يا فوفا، هي مش صاحبتي ومش بنتي عشان تقولي يا فوفا. ويلا بقى روحي حضري الغدا عشان انا خلاص جعت. حاضر، ثواني ويكون الاكل جاهز. حضرت كوكي الاكل وكانت لسه هتقعد، قالت لها فوفا رايحه فين؟ هقعد اكل معاكم. لا انت عارفه ان انا مش بعرف اكل قدام حد غريب.